الحدادي ورودريجو كوسي اللي من منتخب بنين. ابدا نريد الاهداف لانها هي متعه كره القادمه. الانتصار يجلب الانتصار بالنسبه للترجي اللي كما قلت الخساره اليوم بالنسبه الثنائيات مع روبرتو دياز البرازيلي اللي كما قلت الرايه كانت موجوده، كانت حاضره بشكل سليم على دفعتين. خلصها محمد عبد اللطيف، استعاد سلطان الشهري الظهير المتقدم الان اللي يبحث الخلود معه على ان يتقدم في هذا هداف الفريق. بالمناسبه بالنسبه لاحمد المتنافسون على بطاقات الصعود يلعب بمثابه النهائي من جديد. من حاول لثامر العرجال، لكن ايضا الدفاع بالنسبه للبحار اللي صاحي مع كل الكرات والمحاولات. كان حديثي عن النتائج الحاليه للقادسيه، يتقدم هناك على القيصومه بهدفين مقابل هدف، وهنا التعادل من جديد الغاني صامويل سارفو لعب الكره الماضيه، لكن ايضا سرعان ما استعاد لاعب الخلود بالموسم الحالي. الخلود الرابع والثالث للخلود محمد صوعان، سلطان الشهري، بعد ذلك تصل من أفونسو تاير. الله عليك يا البرتغالي، الله عليك، لكن أيضا تتخلص اللقطة الماضية لتعود، لكن أيضا من جديد محمد صوعان. يا آرثر، سلطان الشهري يتقدم يقود الهجمة الآن محمد صوعان. صالح محمد حيدرة، لكن ايضا مقطوعه. تعود ماريانو ثاني ماريانو، واللقطه من جديد محمد او سلطان الشهري الظهير. الله 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 الله، سلطان الشهري يضيف الهدف ويضيف الهدف الثالث. سلطان الشهري يسجل الآن، هو أيسر لكن حطه على يمناك. أرجنتيني حاول بالأولى ثم عادت لصالح سلطان الشهري، أضاف الهدف الثالث. الله يا الظهير اللي تقدم وظهر باللقطة الماضية وأضاف الثالث عن طريق الرقم 7. هنا الاحتفالية على طريق ايضا دياز الغائب ب3 اهداف، مازن السويري بهدفين، جمعان الدوسري هدفين، وافونسو تايرا هدف. لصالح جهاد السويد، لكن ايضا مقطوعه. آرثر